السلام عليكم. تعالوا النهارده بقى هنعمل مع بعض شوية مسقعة كده حلوين حرشين، وكمان نطلع بره الطبيخ اللي مقضيينه من أول رمضان. يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه في المسقعة بتاعتنا الجميلة دي، وقد ايه طعمها أحلى من ألف طبخة. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى، ونبدأ بأول حاجة. طبعا البتنجان بتاعنا نكون مقطعينه بالشكل ده، ونكون حاطين عليه شوية ملح عشان ينزل كل المية بتاعته، ودي طبعا خطوة مهمة جدا. طيب أنا ما البتنجان بتاعي ما باعملوش بالقشر بتاعه كله، بصراحة ما باحبش القشر كله يبقى موجود، بيضايق شوية في الأكل. فتعالوا كده شوفوا تقطيعتي في البتنجان، بابقى باقطّعه كده بحيث إن يبقى فيه قشر وفي نفس الوقت ما يبقاش كتير، عشان أنا ما باحبوش صراحة زي ما قُلت لكم. بالشكل ده طبعًا باشيل الحتة اللي فوق واللي تحت، بعد كده باقطّع جزء وجزء لأ، عشان يبقى منه شكل جمالي ومنه في نفس الوقت القشر ما يضايقنيش. طبعًا أنتم لو أول مرة تشوفوني فأنا هبة السيد، شرفتوني ونورتوني وأسعدتوني. ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب، وحابة من التفاعل الحلو بتاعكم عشان التفاعل عمّال بينزل خالص مش عارفة ليه. طبعًا كومنتاتكم بتفرق معايا جدًا. هنا كده انا بوريكم التقطيعه زي ما انتم شايفين، ولا هي رفيعه ولا هي تخينه. طبعا لما بتكون تخينه بتتشرب زيت بزياده قوي، ولما تكون برفيعه بتبقى يعني بتبقى قشره كده، ما بتبقاش حلوه يعني، بتحس بتنجان ناشف. فهو التقطيعه الوسط دي حلوه جدا. بس كده هبدأ بقى ان انا اجهز معايا الصلصة بتاعتي. معايا التوم كده مقطعة بتاع حوالي 4 فصوص توم، وهبتدي ان انا اشوحهم في الزيت، وبعد كده هنزل عليهم بمعلقة من الخل. بصراحة انا بالنسبة لي لازم بحط معلقة الخل دي، بتفرق في الطعم. حابة تستغني عنها على راحتك. وبعد كده بقى هبتدي ان انا انزل بالطماطم بتاعتي اللي انا ضرباها كويس في الخلاط، وهسيبها يا دوبك تاخد غلوتين اتنين. انا مش بخليها تتسبك، انا يا دوبك بخليها تاخد غلوتين اتنين بس، لان كده كده انا بخليها تكمل بقيه السوا بتاع الطماطم او الصلصه في الفرن. انا هعملها زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، مسقعه في الفرن، مش على البوتاجاز. وبصراحه بيفرق في الطعم جدا. انا عن نفسي هعملها هنا في الفيديو ده، هعملها باللحمه بس. تقدري تستغنى عنها. صراحه مسقعه الفرن بتختلف تماما عن مسقعه البوتاجاز. هنا التوابل بتاعتي انا ما بحطش اكتر من ملح وكمون والشطه بتاعتي، ما بزودش اي حاجه عن كده تماما. وهنا بقى هبتدي ان انا اعصج اللحمه بتاعتي اللي انا زي ما قلت لكم هعملها مسقعه باللحمه المفرومه. تقدري تستغني عنها تماما وعادي جدا، وبرده هتحسي بالفرق في الطعم. انا هنا كان معايا ربع كيلو من اللحمه، مش كتير يعني، على صينيه كبيره زي ما انتوا شفتوها، بس بصراحه بتدي طعم مختلف تماما يعني. طبعا في الاول كده البصلايه بتاعتي شوحتها كويس جدا مع شويه معلقه من السمنه وقرن فلفل حراق. شوحت البصله بتاعتي، وبعد كده نزلت باللحمه بتاعتي كده اديها تقليبتين معاها. وبرده اللحمه بتاعت التعصيقه بتاعت المسقعه ما بزودش فيها بهارات. يعني يا دوبك كل اللي بحطه فيها سنه من الملح، سنه من الفلفل الاسود، وسنه من السبع بهارات. ويا دوبك برضو تشويحتين كده اقلبها على النار كده وخلاص. أنا كده بالنسبه لي اللحمه تمام جدا، لان برضو هكمل سواها في الفرن. الملح زي ما انتم شايفين طبعا حسب الرغبه وحسب الكميه اللي معاكي. معايا كده البتنجان بتاعي كله كده انا قليته تمام. انا استخدمت في الصينيه اللي انتوا شفتوها دي كيلو وربع من البتنجان. يعني كان تقريبا حوالي 5 بتنجانات كبار. حمرتهم بالشكل ده والفلفل بتاعي، وبعد كده باخد كبشتين من الصلصه احطها في الارضيه بتاعه الصينيه. وطبعا انتوا خلاص حفظتوا وعرفتوا ان انا الطماطم بتاعتي ما بصفهاش. بصراحه القشر بتاعها ما بيضايقنيش، لان انا بضربها كويس جدا في الخلاط، بحيث ان القشر بتاعها ما يبقاش بيضايق، ما بيبقاش باين اصلا. اول ما الوصفه بتاعتك بتستوي ما بيبقاش القشر ده باين. حابه تصفيها طبعا حسب رغبتك براحتك جدا. هنا كده هبتدي ان انا انزل باول صف كده من البتنجان بتاعي. وبرده حطيت هحط في الصينيه بتاعتي بطاطس، لان انا عندي اولادي بيحبوا جدا البطاطس فيها. تقدري برضو تستغني عنها حسب رغبتك وحسب اللي بتحبيه. هبتدي كده ان انا انزل زي ما انتم شايفين بالفلفل بالشكل ده، وبعد كده هنزل بالبطاطس، وبعد كده هنزل اللهم صل على النبي باللحمه بتاعتي. وبعد كده طبيعي في الاخر بروح حاطه بقى يعني الوش الاخير او البتنجان، بحطه على الوش، وبكده تكون الصينيه جاهزه معايا. هبتدي بس ان انا انزل بالصلصه، مش اكتر من كده، زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده.
زي ما انتوا شفتوا اللحمة مش كتيرة، يعني الموضوع كله مش هيكلفك، ولكن حتى برغم ان اللحمة مش يعني مش كتيرة قليلة، ولكن بتختلف جدا كل الاختلاف عن الطعم بتاع المسقعة العادية. جربيها بجد بالشكل ده لو انتي لسه ما جربتهاش، لان عارفة ان ناس كتير جدا بتحبها ومجرباها. بس اللي ما جربهاش جربوها صدقوني. يعني المسقعة العادية شيء ودي شيء تاني خالص يعني. كده انا تمام جدا، جهزت كل حاجه. الصلصه بتاعتي هحطها على الوش. لو لقيتي الصلصه بتاعتك مش كتيره، عادي جدا تقدري ان انت تزودي كوبايه من الميه. عاديه جدا يعني، مش هتاثر معاكي في الطعم بحاجه يعني. كده الصلصه معايا تمام جدا، ودي الكميه اللي انا عايزاها تمام مظبوطه. هبتدي بقى ان انا احطها في الفرن على نار عاليه، لان كده كده اوريدي كل حاجه مستويه يا دوبك، بس هتاخد في الفرن ربع ساعه يعني. اسرع حاجه ممكن تعمليها في رمضان، سريعه وطعمها حلو جدا. هسيبها كده عقبال ما تستوي في الفرن، بقى نعمل مع بعض شويه من البابا غنوج. طبعا طبعا يعني لازم، طالما في يعني مسقعه، يبقى لازم كده حاجه جنب الاكل كده تحلي طعم الاكل برضو. معانا كده البتنجان شويناه كويس جدا على النار، كانوا بتنجانتين صغننين. وبدات كده ان انا احط عليهم الكمون والليمون بتاعي والملح. هقلبهم وبعد كده هنزل بالطحينه بتاعتي، وهنزل بشويه الزيت. وكده هتكون البابا غنوج بتاعي جاهز. يعني انا هقلبهم بس كويس كده مع بعض. هيبقى ناقصني بس ان انا هحط يعني نص قرن فلفل حراق. بصراحة برضو بيدي طعم كده حلو للبابا غنوج. حابة برضو تستغني عنه براحتك. وكده ده كان شكل البابا غنوج معايا بعد ما خلصته وظبطته. ده كان شكله بصراحة كان طعمه روعة جدا. وده كده شكل الصينية بتاعت المسقعة بتاعتي. خلاص كده كانت تمام جدا بالنسبة لي. لازم طبعا نسيب نسبة من السوائل يا جماعة قبل ما نطفي على الفرن، لان كده كده لما بتطفي عليها وتسيبيها 5 دقايق السوائل دي كلها بتنشف زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. للأسف المقطع ده ما تصورش كويس، فاعذروني. ده كان بقى شكل اكلنا النهاردة. اتفضلوا معانا اكلة حلوة جدا جدا جدا، وبرضو اختلاف شوية عن الاكلات اللي بنعملها في رمضان والطبيخ وهكذا. استودعكم من الله الذي لا تضيع ودائعه. اتفضلوا معانا. بحاول كده ان انا كل يوم اقدم لكم كده اكله، لعل عسى يبقى فكره لاكل بكره. واسيبكم في رعايه الله، وصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شايفين منظر المسقعه يفتح النفس جدا.